يا مساء الخير ومساء الفل على كل حبايبنا الحلوين. ايه رايكم يا حبايبي؟ شايفين بقى شويه الرقاق الحلوين دول؟ شايفين الرقاق بتاعنا؟ احنا النهارده عملنا الرقاق الطري بطريقه سهله وتسويه مظبوطه، وعايزه اقول لكم الطعم بتاعه حكايه. انا كمان مسوياه على البوتاجاز من فوق، يعني سويناه من غير فرن. شايفين الرقاق بتاعنا طالع زي الفل. يلا بينا يا حبايب قلبي نقول احنا عملناه ازاي. نسمي كده يا حبايبنا الاول ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا هنا الاول يا حبايبي انا نص كيلو دقيق ما يعادل 4 كوبايات، الاربع كوبايات دول منخولين. ومعانا معلقه وسط سكر، ونص معلقه صغيره ملح. هنقلب الاول المكونات الجافه بتاعتنا مع بعضها. تعجنوه بلبن رايب، مفيش لبن رايب فانا هعجن معايا كوبايه زبادي زي ما انتم شايفين كده اللي هي 105 جرام، وهكمل بميه دافيه. فانا هنزل دلوقتي هنا بكوبايه الزبادي. كوبايه الزبادي بتدي طراوه للرقاق بتاعنا. معايا بقى هنا ربع كوبايه او ما يعادل تقريبا معلقتين كبار سمنه مسيحهم شويه كده في الميكرويف، هنزل بيهم برده على الخليط بتاعنا. حاطه فيها السمنه، حاطه فيها ميه دافيه. احنا طبعا عشان الجو ساقع لازما بنعجن بميه دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم من دقيق لدقيق بياخد كميه معينه من الميه. هبدا الاول كده الم العجينه بتاعتنا ونشوف هتاخد معانا قد ايه من الميه. بصوا يا حبايبنا العجينه بتاعتنا اهي، عجنتها حوالي 10 دقايق زي ما انتم شايفين. العجينه بتاعتنا هي زي الفل. اللهم صل على النبي. هي خدت مني كوبايه وربع من الميه الدافيه، لان طبعا انا حاطه فيها كوبايه صغيره من الزبادي وحاطه فيها شويه سمنه. هنغطيها بقى يا حبايبنا كده ونسيبها تريح حوالي ربع ساعه. كل ما العجينه بتريح بتدينا نتيجه كويسه. هسيبها بقى كده يا حبايبنا تريح ربع ساعه، وبعد كده نرجع نشتغل فيها. كده انا سبت بقى العجينه بتاعتنا كده ريحت حوالي ربع ساعه. هبدا بقى اقطعها. معايا هنا صينيه يا حبايبنا ورشه فيها شويه دقيق. بصوا هنقطعها كده قد القطيه اللي هي الوسط. يعني حاولوا ان احنا هنحاول نعمل ان احنا نص كيلو دقيق حوالي 10 رقاقات زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي القطعه بتاعتنا اهي. اللي معايا كده بقى يا حبايبنا ونحطها على الصينيه زي ما انا قلت لكم. انا دهنه حاطه رشه شويه دقيق في قلب الصينيه اهو. عايزه اقول لكم يا حبايبنا لو ما فيش عندكم زبادي